وهنا في حلة حطيت هنبدأ نعمل الصوص بتاع البيتزا. حطيت بصلة مقطعاها 4 و3 طماطمات مقطعاهم كله، يعني مقطعاها بالنص. تمام. وهنحطهم على النار، مش هنحط لهم ميه كتير. تمام، يعني كوبايه ميه، نص كوبايه ميه يا دوبك بس كده، عشان هما كده كده هينزلوا ميه. وهنحط كمان فصين توم. انا مش عارفه انا قلت فصين توم ولا لا. هنحط 4 فصوص توم، وهنحطهم ونرفعهم على النار ونسيبهم لحد ما يسلقوا خالص. وبعد كده نرجع تاني نحطهم في الخلاط، وهنحط معاهم شويه زعتر بريحان. اللي عنده زعتر وريحان ماشي، ما عندوش كده يتسلقوا معاهم كده. حبايبي الطماطم واللي هو الصوص بتاع البيتزا خلاص استوى. هنطفي عليه وهنحطه، هنسيبه يبرد، وبعد كده احطه في الخلاط اضربه، ونرجع تاني نحطه على النار عشان يتسبك. بس هقول لكم يعني نعمله ازاي. وهنا على نار. تمام. حطيت حبة زيت وحطيت عليها سنة توم بسيطة. تمام، على بس ما عشان ونفضل نقلب يا دوبك ريحة التوم بس تطلع كده. تمام، ريحة التوم بس تطلع، وهنضيف عليهم الصوص على طول، اللي هو الصلصة بتاعت اللي احنا الخضار اللي سلقناه. عايزين بقى يا جماعة نشير الفيديو. تمام، ولايك وشير، وقولوا لي برضو ايه رأيكم. عايزة اعرف تعليقاتكم ورأيكم، ولو في اي يعني حاجة تانية كومنت اي حاجة عايزة اشوف. كده خلاص الطماطم، كده خلاص قصدي الثوم. هحط الصوص، ريحته طلعت. هو بيبقى تخين كده تقيل، ما نخففوش وما نحطش غير اللي هي لو فيه شوية مية وهو بيتسلق باقية في الحلة نحطهم معاه. بيبقبق. تمام، اهي كده الصلصة. ممكن بقى لو لقينا اللون فاتح ممكن نحط معلقة صلصة. لو اللون تمام معاكم مفيش، بس انا ما عنديش صلصة فمش هحط معلقة صلصة. بس ممكن لو اللون فاتح عشان الطماطم وكده ممكن نحط لها معلقة صلصة. وهنسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها وتغلي لحد ما نحس ان القوام تقل اكتر واكتر. هنا الصلصة بدأت تغلي معانا. تمام، هنحط معلقة سكر طبعا عشان خاطر تقلل حموضة الطماطم وحموضة الصلصة. ادي كده معلقة سكر. تمام، هنحط حبة جنزبيل بودرة نص معلقة. تمام، هنحط الملح دوت بقى حسب رغبتكم، انا مش بحب الملح عادي. تمام، وهنجيب مرقة الدجاج الفورية. تمام، مرقة الدجاج من كنور الفورية هنحط منها شوية، بتدي طعم حلو. وفي ال11 بهار، ال11 بهار اللي هو بتاع ماجي برضو، قصدي كنور. تمام، اهو انا كده بحطه، مش هحط الكيس كله، مش هحط العبوة كلها، يعني يعني نص العبوة. ومرقة الدجاج ما حطيتهاش كلها. وهنسيبهم بقى ياخدوا يدوا كده مع بعض على النار وتغلي، وبعد كده لحد ما تتسبك. وبعد كده نبدأ نحطها على العجين كده. ما شاء الله يا جماعة، بعد ما العجينة اختمرت بصوا ما شاء الله، بصوا بتمط معانا زي يعني العجينة بتمط خالص اهيت. تمام، العجينة بتمط. ماشي، دلوقتي هنبدأ بقى نفردها واحطها في الصينية وهوريكم الشكل. ما شاء الله، دلوقتي كده انا فردت عجينة البيتزا. تمام، زي ما انتوا شايفين، وسبتها تختمر، يعني كمان سبتها تخمر شوية علشان خاطر تديني النتيجة دي. انا عاملة صينية كبيرة. تمام، فعشان تبقى واضحة الصورة اكتر. تمام، ده حجم الصينية وده شكل العجينة. هنعمل بقى نعمل فتحات بالشوكة. هنعمل كده اهيت كده، باين قوي التخمر بتاعها. تمام، هنبدأ ندهن الصلصة او الصوص اللي هو صوص البيتزا.
كده كده هندهن البيتزا. تمام. هوريكم الشكل النهائي دي.